اخواتي رجعنا لكم من جديد. طبعا القصة اللي كل الناس مستنياها قصة حب من طرف واحد. طبعا هي قصة خيال علمي، قصة جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا من غير رغي كتير نخش في القصة على طول. احنا بتبدأ ببنوتة اسمها شهد، وشهد دي عيلة عسل فرفوشة الشل، وشهد دي كل اصحابها بيحبوه، وشهد دي جد حبتين، يعني وقت الهزار هزار ووقت الجد جد. شهد دي ملهاش في موضوع الارتباط ده خالص، ولا ليها ان هي تكلم شاب وشاب يكلمها ولا الحاجات دي. ده شهد دي يمكن بتكلم قرايبها بالعافية، رغم ان مفيش حد في حياتها، بس هي وصلت لمرحلة ان هي تخلي بالها من تعليمها، وبعد ما خلص تعليمي ابقى فكر في الحاجات دي. وفعلا عزيزي المشاهد، شهد بنتنا لا بتحب الارتباط ولا بتحب الحاجات دي خالص، بس ده ما يمنعش انها جت في يوم من الايام اتبلفت، والله وقعت كده زي ما بيقولوها، شافت شاب، ده ما يمنعش ان هي اعجبت بيه. لكن تعالى اقول لكم ايه اللي حصل. هنروح على فين يا روان؟ ما اعرفش يا شهد بصراحه، بس انت لو عندك مكان معين يلا نروح نقعد فيه. بقول لك ايه، النهارده اول يوم كليه وانا مش حابه اروح حته الصراحه، انا محتاجه اروح هناك. ده انا ماما النهارده مقوماني بالضرب. يعني ايه يا ست شهد، اول يوم في الكليه مش هنروح نقعد مع بعض في اي حته؟ هو اول يوم عيد، ما لسه اللي جاي كتير، كده كده السنه مطوله معانا، انا محتاجه اروح يا روان. روان وشهد عمالين يتكلموا مع بعض، بيتفقوا يعني ان هم يقعدوا فين. شهد بتتكلم مع صاحبتها على دخلة مين عليهم، صاحبتها التالتة. نركز مع شهد بس والاجواء اللي عماله تدور حواليه. صاحبتها التالتة دي جت اتكلمت معاها، بقول لكم ايه، اتفضلي، ما احنا ناقصين همك انت الاخ. جرى ايه يا شهد، في ايه؟ ما تاخدوا بعض انتوا الاتنين وفي ظهر الكليه في كافيه اقعدوا فيه وسيبوني انا اروح. بصراحه كده انا عايزاكي في موضوع. احمد مزعلني يا دي النيل عليا وعلى احمد السنه دي. يا بنت ده المره ال 17000 حلل لك المشكله بينك انت واحمد، هو كل يوم. هنعمل ايه بقى يا شهد؟ تعالي بس احكي لك ايه اللي حصل. راحوا واخدين شهد وراحوا قعدوا في الكافيه اللي ورا الكليه، قالوا هيروحوا يتكلموا مع بعض شويه ويشربوا المشروب اللي كل واحده بتحبه وبعدين يروحوا. وبعد ما قعدوا على الترابيزه جه الوقت ان الويتر يجي لهم علشان يديهم المنيو اللي بيختاروا منه المشاريب. وعلى دخلة الويتر، ومين بقى الويتر ده؟ ولد اسمه محمد، وده اللي مسك شهد اول ما شافته شالها وهبدها في الارض. طبعا التشبيه ده يعني هو شال قلبها وهبده في الارض، لانها كانت رافضه فكره الارتباط والحب ده والاعجاب خالص. شهد دي عمرها ما اعجبت بحد، بس شافت شكله اعجبت بيه. مسك المنيو بيحطه لهم، اتفضلي يا فندم هتشربي ايه؟ عايز اقول لكم ان شهد معاه مبلم. هتشربي ايه يا شهد؟ ها هتشربي ايه يا شهد؟ اي حاجه، اي حاجه ساعه. فالبنتين اللي مع شهد طلبوا، وشهد عايزه تفتح مجال في الكلام مع محمد ده باي شكل من الاشكال. عندكم ايه بيتشرب؟ المنيو يا فندم قدام حضرتك، شوف انت محتاجه ايه واللي انت عايزاه هجيبهولك. انا بسالك يعني انت من وجهه نظرك تحب تشربني ايه؟ طب انا عندي حاجتين بحبهم الصراحه، هيبقوا 3 ان شاء الله يا فندم. ايه هما الحاجتين؟ ميلك تشيك فانيليا وميلك تشيك اوريو. طب حضرتك محتاجه ايه؟ الاولاني استاذنكم المنيو. بعد ما خد المنيو ومشي، شهد مبلمه معاه، فنادى بقى صاحبه شهد المرتبطه دي اللي هي متخانقه مع احمد وجايبه شهد علشان تحل لها مشكلتها. وادينا هنطلع ورق وقلم، انا شفت على البادج اللي هنا اسمه محمد، عارفه عنه تفاصيل تانية. كل ما يكلموا شهد نص كلمه تفضل تتهته. شهد سرحت معاه جامد، فندى وروان اللي هم اصحاب شهد اللي قاعدين معاها في الكافيه بداوا ياخدوا بالهم ويحفلوا على شهد. بقول لك ايه، اسمه محمد وبيحب الميلك تشيك اوريو والميلك تشيك فانيليا. برج الجوزاء، انت عرفت منين؟ تقيل في نفسه كده الواد، تقيل. ما شفتيش شهد كانت بتكلمه ازاي وهو كان بيرد عليها ازاي؟ ليه ما يكونش الاسد؟ هو علشان يبقى اسد لازم تبقى شخصيته قويه؟ ده العكس يا اختي، ده الحمل لا اما الدلع. هو في ايه؟ انتوا عمالين تتكلموا على مين؟ محمد اللي هو بلفك ومشى ده اللي انت مركزه معاه من بدري، ماله؟ هو في ايه؟ ده هتلاقوه برج القوس زي مميز كده، الحب بقى. وفجاه وهم قاعدين يتكلموا شهد سابتهم وراحت على الحمام اللي موجود في الكافيه. وشهد دخلت الحمام وقفلت على نفسها، سمعت صوت حد بيتكلم في الموبايل. دي مين؟ دي شهد. هو انا عملت اللي عليا اشحت يعني ولا اعمل ايه؟ يا ست مسيرها تروق، ما كلمتش عم رشدي، انا مستنيه يرن عليا، هشوف اعمل ايه. طيب ما هو عم رشدي لو بعت الفلوس النهارده او بكره مش هنتزنق الزنقه السودا اللي احنا مزنوقينها دي. خلاص يا امي انا جادد وفيها اللي مكفيني، انا في الشغل، سيبيني اخلص شغل وساعتها هنتكلم لما اروح. حاضر يا ست الكل، والله ما شايل هم حاجه، بس حاضر يا ست، طول ما انت موجوده وربنا يعطيك الصحه وطولة العمر انا كويس وبخير. سلمي لي على البنات بس، يلا لا اله الا الله. مين اللي طالعه من الحمام؟ فشافت محمد اللي هي معجبه بيه عمال يمسح دموعه في التيشيرت. هو انا ممكن اسالك مالك في ايه؟ مفيش حاجه، انا كويس. المشروب دقيقتين وهيكون قدام حضرتك. انا مالي بالمشروب، انت في ايه مزعل؟ وشوفي ناقصك وانا اقدر احلهولك. مفيش والله انا تمام وبخير. هو انت اللي مسؤول عن بيتك؟ الحمد لله. بابايا الله يرحمه يعني سايب لي الجمل بما حمل كده وانا كان عندي 18 سنه. انت محتاج كام طيب؟ لا لا سمح الله انت فهمتيني غلط، انت يا دوب اتكلمت معايا كلمتين، كام ايه وبتاع ايه. اتفضلي على ترابيزتك وهجيب لك مشروبك لحد عندك. المهم شهد خدت بعضيها
بعضيها وراحت قعدت مع اصحاب. مين فيكم اللي بتكتب؟ راحت ندى قامت رافعه ايديها، انا اللي بكتب التفاصيل. اكتبي عندك اللي هو راجل جدع وشايل المسؤوليه من صغره والدنيا مزنقه معاه اليومين دول، وانا اللي هحل له مشكلته ان شاء الله. بس كل الفكره ان هو عنده دم حبتين، ما بيتكلمش بسهوله. وانت عرفت التفاصيل دي كلها ازاي يا ست هانم؟ اتكلمت معاه كلمتين على بعض. بس ثواني، هو جاي علينا. وراح محمد جه نزل الطلبات وخد بعض من سكات ومشي. شفتوا منظر عينه عامل ازاي؟ هو في ايه؟ انا عايز اتكلم معاه باي طريقه اعرف ماله بس وممكن احل له مشكلته. ففعلا شهد ما هدتش غير لما تعرف المشكله ايه اللي مع محمد. هي اول مره في حياتها اصلا تتحط في موقف شبه ده، وهي دايما في حالها، لا عمرها اتدخلت في مشاكل حد ولا عرفت حاجه عن حد. هي الفكره او الموضوع اللي فيه هي عايزه تساعد الولد ده. وفعلا وهم قاعدين محمد عمل موقف خلى شهد دي تقول انا كده كده هعرف ايه اللي مع محمد ده. صاحبتها ندى اللي هي قاعده معاهم على الترابيزه اللي هي عندها مشكله مع احمد، هو احمد ده عرف ان هم قاعدين في الكافيه، راح جاي على الكافيه، دخل مخشب وشه فقال لي ندى قومي تعالى انا عايز. فندى قالت له انا مش جايه معاك ولينا تليفون نتكلم فيه، لا اما عندك بابا تكلمه، انت ما تكلمنيش بالاسلوب ده. يقوم احمد جاي في نص الكافيه يقول لي ندى قومي تعالي معايا علشان ما هزقكيش قدام الناس. راحت مين اللي قايمه؟ راحت ست شهد قامت وقالت له انت ما ينفعش تتكلم معاها بالاسلوب ده، مش معنى اللي انت قاري عليها فاتحه يبقى تتكلم معاها بالاسلوب ده. اتكلم مع باباها، عملت حاجه غلط ما تكلمهاش كده قدام الناس، عيب على فكره. تعرفي يا بنت تخليكي في حالك. مين اللي سمع الكلمتين دول؟ محمد. بقول لك ايه يا حبيب اخوك، الدوشه والشويتين اللي انت عملتهم دول ما ينفعش ان انت تعملهم في مكان محترم زي ده. حابب تتكلم معاها ممكن تتكلم معاها بره، ما تتكلمش معاها قدام الناس كده. وانت مين بقى؟ ان شاء الله انا ويتر شغال هنا، اقل خلق الله وابسط خلق الله. اللي انت بتعمله في المكان ده ما ينفعش. وبعدين انت بتكلم دي كده، انت مالك بقى بدي بتكلمها كده ليه؟ ولا انت داخل هابب في كله؟ اتفضل يلا اطلع بره، ولو ما خدتش بعضك وطلعت بره دلوقتي هلجأ لحل هيزعل. وهتعمل ايه ان شاء الله؟ حاول كده ما تطلعش وشوف انا هعمل معاك ايه. التاني سمع الكلمتين من هنا خد بعضه ومشي. هو يعرف واحده فيكم؟ راحوا قاموا الثلاث بنات مشاورين على ندى. ايوه انا اعرفه، ده خطيبي، ده حتى انا طالبه اكله وما اكلتوش، ده واد يسد النفس، انا ما بحبوش اساسا. اللي بتقول لك ما بحبوش دي بتموت فيه. منين ما بتحبوش ومنين ان هو بيديك على دماغك وبرضك راضي؟ دي مهزأه وكذا مره قلنا لها سيبيه وهي اللي مش عايزه متمسكه بيه. وحدوا الله كده وصلى على النبي. انتوا بتحبوا تتكلموا كتير كده ليه؟ ما هو بصراحه اللي بيقف قدامك بيحكي كل حاجه وبيتكلم. هو حد قال لك ان انت رومانسيه زياده عن اللزوم؟ انا رومانسيه زياده عن اللزوم؟ لا ده عينك بس هي اللي حلوه فهي اللي مخليانا نتكلم. على فكره انا اول مره والله العظيم اعمل كده، عيب. انت اسمك ايه؟ اسمي شهد وانا اسمي محمد. شهد اول ما قال لها على اسمه قالت له ما احنا عارفين ان انت اسمك محمد، ما مكتوب على البادج بتاعك اهو، وبعدين احنا مسجلينه في الورقه. انهي ورقه يا بنات؟ راحت روان قامت وقالت له احنا بنكتب عنك كل التفاصيل وبنخمن انها ان شاء الله تكون صح. يعني انت دلوقتي برج الحمل ولا الثور ولا الجوزاء ولا برج ايه؟ في ايه؟ انا برج القوس. والله العظيم قلتها صح. لا انتوا عايزين قعده طويله وانا معايا شغل فهستأذنكم انا. المهم محمد خد بعضه وراح جاي ماشي. فجي وقت بقى ان هم يحاسبوا، فمحمد جاب لهم الشيك فحاسبوا وكده. فشهد طلبت من محمد ان هي تستأذنه في كلمتين بره، فوافق وطلع معاها بره الكافيه علشان يتكلم يشوفها عايزه. بص بصراحه انا عايز اقول لك على حاجه، انا كنت في التواليت وسمعت الكلام اللي انت قلته لماما. انا كنت بكلم امي. لما انت كنت واقف في الطرقه فانا سمعتك بصراحه، ما كانش قصدي ان انا اتصنت والله، هو ممكن بس كان صوتك عالي وانت ما كنتش واخد بالك. انا بس كنت متنرفز وتعبان حبتين والله. هو انا ممكن اطلب منك طلب واساعدك واديك الفلوس دي، ولما عم رشدي هو عم رشدي لما يجيب لك الفلوس تبقى تديها لي؟ انت عرفت عم رشدي كمان؟ والله العظيم انا مش قصدي حاجه وما تفهمنيش غلط، واعتبرها وصل صحوبيه بيني وبين. هو انا كده كده مش مستعجل، دي اساسا فلوس جمعيه انا كنت هدفعها، وعم رشدي ده اساسا انا ليا عنده فلوس، فقال ان هو هيبعتها لي اليومين دول، لا النهارده لا بكره، والوليه بتاع الجمعيه بتبعت لي وانا كنت هاخدهم من الايد دي احطهم في الايد، يعني هاخدهم من عم رشدي ادهم للوليه بتاع الجمعيه. طب هم كام؟ 2000 جنيه. طب ايه رايك اديك ال 2000 جنيه وتروح توديهم للوليه بتاع الجمعيه، ولما عم رشدي يجيب لك الفلوس يبقى اديها لي يا عم، انا عايز اساعدك بس. وفعلا محمد وافق وخد من شهد الفلوس وراح عطاها للوليه بتاع الجمعيه، وهي راحت على اقرب مكنه ATM وسحبت له الفلوس وجت عطتهم له ولسه واخده بعضها وهتمشي. طب بقول لك، هو انا لما اجي اديلك الفلوس اديهم لك ازاي؟ اتواصل معاك ازاي؟ تاخد رقم؟ لا 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 مش قصدي كده، لا انا قصدي تيجي نتقابل هنا بكره في نفس الميعاد. ماشي انا ما عنديش مانع نتقابل هنا بكره في نفس الميعاد. ماما انا قابلت واحد النهارده سيبك من شك، طريقته مع والدته واسلوبه الصراحه قمر، وطريقته معانا احنا قمرين، وعنده عزه نفس بطريقه مش طبيعيه، انا مش مصدقه نفسي. يا بنتي يا شهد هو انت فعلا عجبتي بواحد؟ والله العظيم يا ماما زي ما بقول لك كده حصل بصراحه يا ماما. ايه رايك لو تيجي تاخدي لي بكره من الكليه واعرفك عليه وتقولي لابوك ايه ده ممكن يقطم رقبتك فيه؟ يا ست هو خد رقمي ولا اتصاحب عليا؟ يا ست انا بقول لك ناخدك بكره وتروحي تشوفيه وتتعرفي عليه وبعدين نعزمه على عيد ميلاد، وانت عارفه طبعا ان انا ما بعملش حاجه من وراكي، كل حاجه بعملها بتكون بعلمك وموافقتك. اخبي عليكي يعني يا ماما؟ انا اللي غلطانه اللي قلت لك. خلاص يا بنتي على الله، بعد الشغل عدى عليك على الكليه تكون انت خلصت، واخدك ونروح الكافيه ونسلم.
اما نشوف مجايبك. والله مجايبي هتعجبك اول مره دي يا ماما. وبعدين ايه مجايبي دي؟ هو انا جبت لك قبل كده؟ هو قرة عيني واحد بس. ما انا عارفه انت هتقولي لي. وعايز اقول لك عزيزي المشاهد ان شهد كانت ملهمه جدا بالولد لدرجه ان هي ما كانتش عارفه تنام ومش جاي لها النوم علشان هتصحى تشوف. يروحوا الكافيه يحصل حاجه غريبه جدا، ما يلاقوش محمد. فشهد لقت تويتر تاني هو اللي بينزل لها الميه والمنيو غير محمد. لو سمحت اتفضلي يا انس، هو محمد فين الويتر اللي شغال معاك؟ محمد واخد اجازه النهارده. بجد والله؟ والله النهارده اجازه. حضرتك محتاجاه في حاجه؟ ممكن رقمه؟ اكيد طبعا اتفضلي. وراح الويتر زميله ده اداها رقم محمد، وراحت حكت لمامتها على كل اللي حصل معاها في الكافيه امبارح، وقالت لها انا عطيته 2000 جنيه. يا بنتي هو انت تعرفيه منين عشان تدي له 2000 جنيه؟ انا قلت افك زنقته يعني، انا هرن عليه واقول له فين ال 2000 جنيه بتوعي. مش كده ما ينفعش. يعني ايه ترن عليه تقول له فين ال 2000 جنيه بتوعي دول؟ هو انتوا مش متفقين على ميعاد؟ متفقين على ميعاد. مش المفروض الميعاد ده فاضل عليه نص ساعه؟ ايوه خلاص احنا نقعد النص ساعه دي هنا، وبعد ما نشرب مشروبنا تقدري ان انت ترن عليه وتقولوا له انت فين، وبعدين تعملي حجتي ماما عايزه الفلوس وكده، وشوفي هيقول لك ايه. حاضر ماشي. وفعلا يعدي نص ساعه يا جماعه الخير وطالعين من الكافيه علشان يرنوا على محمد، ولسه هي هتطلع تليفونها وترن عليه لقت مين اللي جاي في وشها؟ محمد. الحمد لله اللي انت ما مشيتيه. والله انا كنت واخد اجازه النهارده بس زي ما انت شايفه انا جيت جري والله، وصلت اخت البيت بس وجيت لك على طول. على فكره هي معاكي في نفس الكليه. على فكره انا كنت جاي ابص عليك بس انا جاي لك علشان اديك ال 2000 جنيه ومتشكر جدا ومش عارف اقول لك ايه على وقفتك جنبي. مش تتعرف الاول مام؟ وراحت جايه معرفه محمد على مامتها وسلم عليها وكده. راح محمد قال لهم اتفضلوا طيب اشربوا حاجه، ما ينفعش تمشوا كده، احنا لسه طالعين وشاربين وكله تمام. والله يا ماما مش عارف اقول لك ايه، شكرا على وقفه بنت حضرتك معايا، يمكن ما فيش حد من صحابي عمل معايا اللي هي عملته ده. واتفضلي ال 2000 جنيه اهو. وبيناول لامها ال 2000 جنيه. تروح شاهده عامله ايه؟ خليهم معاك دلوقتي، احنا كده كده مش محتاجينهم يعني، وبعدين اعتبرهم عربون معرفه بينه وبين. وبصراحه انا خدت رقمك من زميلك الويتر اللي شغال في المكان، وكنت هرن عليك اطالبك بيهم بس انا ما كنتش عايزاهم، انا قلت ارن عليك عشان انكشك بس، هعمل حجتهم ان انا افتح معاك حوار في الكلام. راحت ام شهد واقفه قالت لها ايه يا ست هانم مش يلا بينا ولا ايه؟ حاضر ماشي يلا، خلي الفلوس معاك وانا مش محتاجاهم دلوقتي، ولما ربنا يفرجها عليك ابقى ادهم لي عادي. عايز اقول لكم كمل محايله ما بين الاثنين، والله لا تاخد الفلوس ودي تقول له والله ما انا واخداها، لحد ام شهد ما زهقت وقالت له خلاص يا ابني خليهم معاك دلوقتي، وخدت بنتها وراحوا راكبين العربيه ومشوا. محمد يسكت؟ لا، محمد من النوع اللي هو دم محامي حبتين، يعني ما بيحبش حد يبجي عليه بحاجه. الليل يليل وشهد ترن على مين؟ على محمد. هو يرد يقول الو مين معاه؟ انا شهد، مش عارفه اجيبها لك منين بس انا عيد ميلادي بعد بكره، حابب تيجي وكده ولا لا؟ انت مش محتاج عزومه يعني، كل سنه وانت طيب. كويس اللي انت قلتي لي حتى اعمل حسابي في هديه يعني جاي. خلاص قلت لك جاي طب تمام ماشي. وجت فرصه لمحمد ان هو يديها فلوسها، وجي تاني يوم بعد ما شهد ما كلمته راح الكليه واصطاد واحده من صحاب مين؟ شهد، اللي هي ندى دي اللي كانت متخانقه مع احمد. بقول لك لو سمحت. ايه ده محمد ازاي؟ الحمد لله. هي شهد فين؟ شهد جوه لسه ما طلعتش هي وروان. انا طالب منك طلب، ممكن تكوني معايا وتساعديني في الخطه دي؟ اكيد طبعا. عايز تعمل ايه؟ قول لي. انا عايز اعمل مفاجاه لشهد بمناسبه عيد ميلادها بكره، هي كده كده عاملاه في البيت. الغي حكايه البيت دي خالص، انا عايزك تجمعي كل اصحابها القريبين منها وتبعت لهم اللوكيشن اللي انا هقول لك عليه، وهنتجمع كلنا بالليل هناك الساعه 8 ان شاء الله. وفعلا يجي عيد ميلاد شهد ومحمد يعمل لها المفاجاه، مامتها واصحاب مامتها واصحابها وامهات صحابها كل ده متجمع في العيد ميلاد، واللي كانوا متكفلين بالمهمه دي كانوا ندى وروان صحاب شهد، وجمعوا لمحمد كل اصحابهم اللي في الكليه القريبين من مين؟ من شهد. شهد كانت في الكوافير، كانت بتعمل شعرها وبتحتفل بعيد ميلادها وكده، وروحت على البيت. المفروض ان هي رايحه على البيت ومتفقه مع اصحابها وعزماهم ان هم هيروحوا لها البيت. شهد تروح على البيت ما تلاقيش حد خالص، ده حتى بتفتح الثلاجه لا تلاقي الجاتوه بتاعها ولا تلاقي الزينه اللي كانت معلقاها في البيت. وفجاه يجي لها رن التليفون من مامتها تقول لها انزلي احنا تحت البيت. شهد تنزل تلاقي محمد اللي سايق ومامتها جنبه واصحابها الاثنين قاعدين ورا اللي هم ندى وروان، وقاموا واخدينها وراحوا طالعين على الكافيه اللي هم عاملين فيه العيد ميلاد، يطفوا الشمع ويحضر معاهم كده بتاع 5 دقايق او 10 دقايق من العيد ميلاد، ويستأذن شهد في كلمتين بره. هو انت كلفت نفسك ليه؟ ما انت ما كنتش عايزه تاخدي مني الفلوس، انا بصراحه ما حدش بيبجي عليا بحاجه، فقلت اعمل لك بيهم عيد ميلاد احطهم في جيبي يعني، وانا لو فضلت من هنا للسنه الجايه احاول ارجعهم لك انت مش هتوافق، برضك مش خلصانين، انا ليه عندك 2000 جنيه وعايزك. جرى ايه بقى؟ انا عايز ادفع الدين اللي عليا عشان امشي. تمشي تروح فين؟ هو انت يا محمد ما عندكش ده؟ هو انت بتغلطي فيا في ايه؟ هو انت بعد ما عملت كل ده عايز تمشي تروح فين؟ على فكره انا ما عملتش حاجه، ده كان مجرد واجب وكان ممكن اي حد من صحابك يعمله، واجب عن واجب يفرق. بص انا هبدا انا الاول، انا معترفه ان انا اعجبت بيك وبصراحه كنت بعمل اي حاجه تقربني منك، انا مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده، بس انا اول مره يراودني الشعور
ده من ناحيه شخص انا عمري ما حسيته قبل كده، بس اسلوبك وطريقتك وحلك لمشاكلك وتفكيرك وكم حاجه انا شفتهم قدام عينيا لدرجه اللي انا سجلتهم في ورقه خلوني اعجبت بيك وحبيتك بجد. وده ما يمنعش ان لو قربت منك اكتر هعجب بيك واحبك اكتر. يا ريت طبعا تكون انت راضي بده. وعلى فكره انا ما ارتبطتش قبل كده وانت اول شخص يدخل حياتي، ومن الكليه للبيت ومن البيت للكليه وفي حالي وقافله حياتي عليا وعلى اصحابي وكده يعني. بص يا بنت الناس هقول لك على حاجه، ابويا الله يرحمه سابها لي بدري، سايبها لي وانا 18 سنه، يعني شايل المسؤوليه بدري جدا. والدنيا علمتني الاصول والرجوله والجدعنه وانا عندي زيك في البيت. الاصول بتقول ان انا ما عنديش شقه دلوقتي، وزي ما انت شفتي انا شغال ايه، انا ابسط خلق الله. ازاي احشمك في حاجه انا مش في ارادتها ولا اقدر اعملها؟ خديهم فقراء يغنيكم الله، وانا هقف جنبك لحد ما ربنا يكرمك وتقف على رجليك، ولا عمري هشتكي من حاجه وانا معاك. مش دي الفكره، انا عندي زيك في البيت، قلت لك اختي معاكي في الكليه انا ما ارضلهاش بحاجه زي كده، ما ينفعش اعشمك بحاجه وعالم هطلع قدها ولا لا. وما اظن انت ما لحقتيش يعني لسه تحبيني قوي. للاسف مش انا الشخص المناسب اللي في دماغك، كفايه اللي عليا واللي انا فيه. سلام عليكم. على فكره عايز اقول لك انت اقوى من الظروف. لا انا الظروف اقوى مني، انا الظروف دايسه على وشي ومسحه بكرامه الارض. انا راجل على الله وبمشي جنب الحيط، وكل اللي يجيبه ربنا انا راضي بيه. خش كملي عيد ميلادك انت وانبسطي، كل سنه وانت طيب. سلام عليكم. محمد خد بعضه وراح جاي ماشي. عايز اقول لكم ان شهد في اليوم ده روحت اتفلقت من العياط. طب ليه كل ده؟ تحس انها حبته؟ لا هي حبته بجد، تحس ان الولد ده كان عامل لها حاجه، مع انها ما كانش وش الكلام ده ولا عمرها كانت بتحب ولا بتفكر في الموضوع ده، بس الشخصيه دي ظروفها اقوى منها. ده يمكن شهد لما محمد قال لها الكلمتين دول حبته اكتر. مشكلته الوحيده ان هو على باب الله ومش عايز يظلمها معاه، مش عايز يعشمها بحاجه هو ما يقدرش يعملها لها. عايز اقول لك ما كان ممكن يلعب بيها وكان ممكن يستغلها، مع انها هي مرتاحه وهو على باب الله، وامها كانت عارفه يعني الكلام ده كله كان هيبقى قدام مامتها. لكن محمد ده روحه حلوه، شاري نفسه وشاري كرامته وعارف هو على ايه. وده الجانب الحقيقي من قصتنا.